وأنت بقى، إمتى آخر مرّة سألت نَفْسك مين اللي بييجي على نَفْسه علشان يراضيني، زي ما أنا ما باحاول أرضي كل اللي حواليّا وآجي على نَفْسي؟ مين اللي شايل هَمّي وهَم سعادتي وراحتي زي ما أنا شايل هَم وسعادة كل اللي حواليّا؟ طيب مين مسؤول عن مشاعري زي ما أنا شايل مسؤولية مشاعر كل اللي حواليّا؟ صدّقني لو جاوبت على الأسئلة دي هتتصدم. لإن في فرق كبير بين التعاطف والتحميل. التعاطف يعني أحس بيك، أقدّرك، أحتويك لو أنا أقدر. التحميل يعني ألبس دور المُنقذ حتى وأنا مش قادر، يعني أقول إن أنا السبب حتى في اللي ما لوش علاقة بيّا أصلًا. بس الحقيقة اللي لازم تعرفها إن مشاعر كل حد هي مسؤوليته هو، اللي يزعل من حقه يزعل، بس ده مش معناه إنك أنت غلطت. اللي بيتضايق من حدودك مش لازم تعدّيها وتيجي على نفسك علشان ترضيه. أنت مش مُجبر أبدًا تمشي على أطراف صوابعك طول الوقت، ولا تعتذر عن وجودك ولا تلغي نفسك علشان الناس اللي حواليك ترتاح. مطلوب منك بس تكون صادق، وتحاول تكون متعاطف مع نفسك زي ما بتتعاطف مع كل اللي حواليك.